ليه الشركات بتنافس بعضها على الإعلان في رمضان مع إن تكلفة الإعلانات على كل المنصات والقنوات بتبقى مرتفعة جدا عن تكلفتها في الأيام العادية؟ تعال أقول لك الأسباب، بس قبلها اعمل لايك وشير للفيديو ده علشان هيفيدك كتير. أول سبب إن شهر رمضان هو صاحب أكبر معدلات مشاهدة في السنة كلها. هتقول لي إزاي؟ ده شهر العبادة والقرآن. هقول لك دي إحصائيات ودي طبيعة وسلوكيات المشاهد عزيزي المشاهد، ويمكن الموضوع ده ليه تفسير من وجهة نظري، زي إن الناس بيقضوا وقت أطول في البيت مع العيلة والأصدقاء، فبيكون التلفزيون أو منصات المشاهدة هي محور القعدة وأداة من أدوات التسلية والترفيه الأساسية، وكمان علشان المسلسلات الكتيرة اللي بتحصرك من كل اتجاه. فحوالين القعدة والمسلسلات دايما الإعلانات بتلاقي طريقها في الزن على ودانك طول الوقت، وده بيأثر لا شعوريا على تشرب حضرتك للسلعة اللي بيقدمها الإعلان، وخصوصا لو عمل أغنية حلوة وجاب فنان ليه شعبية. تاني سبب عزيزي المشاهد زيادة الإنفاق الاستهلاكي. رمضان بالرغم من أي أزمة كل مصروفاتنا فيه بتزيد، بنشتري أكل وهدايا وملابس أكتر من أي وقت تاني، وده بيخلي الشركات تموت نفسها في إنها تعمل إعلانات جذابة في رمضان علشان ينوبها من الحب جانب. تالت سبب التأثير العاطفي. شهر رمضان بيزيد فيه التراحم والعطاء، وده اللي بتلعب عليه الشركات في إعلاناتها، ودايما بتربط منتجاتها بالمشاعر الإيجابية بتاعة شهر رمضان، فده بدوره بيأثر فيك وبيأثر في حبك للشركات دي وتفضيلك ليهم لما يكون في فرصة إنك تشتري المنتجات اللي بيبيعوها. رابع سبب، لما الاقي المنافس بتاعي عامل اعلانات حلوه انا كمان عايز اعمل اعلانات حلوه، ولو هو ظهر 100 مره انا عايز اظهر 1000 مره. وهي دي روح المنافسه اللي بتخلي البراندات تعوز تعمل اعلانات اكتر في رمضان. وده بينقلنا للسبب الخامس، واللي بيقول ان المنافس بتاعك بيعمل عروض وخصومات علشان يكبر نايبه في التورته، فانت كمان عايز تعمل عروض وخصومات علشان تحافظ على الماركت شير بتاعك في السوق، فده بيخلي اعلاناتك في رمضان امر حتمي. طبعا في اسباب كتيره، ولكن انا جبت لك الاهم فيهم علشان لو حد سألك